السلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. انا في نعمه والحمد لله. ربي يدومها عليكم وعليا ان شاء الله. اليوم حبيت حنشارك معكم يعني روتين كامل مكمل، يعني فيه غسول، فيه يعني مقشر، فيه ماسك، وفيه تونر، يعني مكون واحد اللي هو الخيار. يعني هذا هو المكون الرئيسي تاعنا اللي راح نديرو به هذو 4 اشياء، يعني نستعملوهم يعني يوميا، بما ان يعني رانا في الصيف ورانا قاعدين في الدار، وهو يعني الخيار متواجد في كل المنازل، بما يعني يستهلكوا بزاف في السلطات. يعني استغلوا الفرصه وطبقوه للبشره تاعكم، هيعطيكم يعني نتيجه جد جد رائعه. يعني استغلوا الفرصه مادام رانا في الحجر، يعني رانا قاعدين. نروح على بركه الله. المكونات اللي نحتاجوه، من المكون الرئيسي اللي نحتاجوه اللي هو الخيار. انا هنا باش ما يطولش الفيديو هزيت حبه خيار، غسلتها ومسحتها جيدا ورحيتها. هنا بالنسبه لي كان عندهم يعني الرحيه تاع الخضر يعني يرحيوها، واللي ما عندهمش يعني يسكرفجوها في سكرفاج الرقيق خلاص. كي تسكرفجوها صفيو باش تحصلوا على العصير تاع الخيار. هاوليكم انا صوره تكون واضحه. عصير تاع الخيار، واللب تاعو هذا ما طيشوهش، يعني كي تصفيوه هذا ما طيشوش، باسكو حنديروا به مقشر للجسم. هنا دوك حنعطيكم زوج مقشرات، مقشر للجسم ومقشر للوجه. نروح على بركه الله نبداو. اول شيء راح نبداو به، راح نبداو بالغسول نتاعنا. واش نحتاجو في الغسول؟ غسول تاعنا يومي. واش نحتاجو فيه؟ نحتاجو فيه عصير الخيار، انا هاني درت غير كميه قليله. عندي مغرفه تاع عصير الخيار مع مغرفه تاع ماء الورد. هنا باسكو انا البشره تاعي يعني جافه وحساسه، يعني راح نخلط ماء الورد وعصير الخيار. اللي البشره تاعهم تتحسس من ماء الخيار عفوا من ماء الورد يستغناو عليه، يعني يديروا غير عصير الخيار وحده فقط. واي يعني اي ماسك ولا اي تونر ولا اي مقشر، حاولوا انكم يعني تحطوا قليل منه تحت الاذن تاعكم باش تشوفوا اسكو البشره تاعكم تحس منه ولا ما تحسش. انا يعني صراحه البشره تاعي حساسه بزاف، بصح يعني الخيار ما دير لي حتى مشكل، يعني نستعملو عادي البشره نتاعي. هاوليكم نخلط عصير تاع الخيار مع ماء الورد. هذا هو الغسول تاعي اليومي. طريقه التطبيق نتاعو، نجيبو يعني قطنه لي كوطون ديسك هادو، وتحطوه في الخليط هذا يعني تاع ماء الورد والخيار، وتمسحوا به يعني البشره تاعكم بهذا الشكل، يعني بحركه دائريه هذا الشكل. وتخليوه يعني 20 دقيقه على البشره تاعكم، يعني بعد ما تمسحوا البشره تاعكم كامل بهذا الخليط يعني تاع ماء الورد والخيار، خليوه 20 دقيقه على البشره تاعكم. واللي ما تقدرش يعني تخليه 5 دقائق، وبعد ذلك يعني تشيل البشره نتاعها. يعني وقد ما ريحتوا به راح يكون مليح. هذا الغسول تغسلوا به صباحا ومساء، يعني تطبقوه بهذه الطريقة وتخليوه 20 دقيقة. اللي ما تقدرش تخليه 5 دقائق، وبعد ذلك يعني تشطف الوجه تاعها بالماء عادي. هذا بالنسبة للغسول. نروح لثاني شيء، هذا الغسول نحطوه على جنب. نروحوا للمقشر. هنا المقشر حنعطيكم زوج مقشرات. حنبدا لكم بالمقشر تاع الجسم. هنا باش ما ترميوش هذا الخليط، ضيفوا له السكر ولا الملح، يعني كنت وحده واش يكون متوفر عندها، يكون شويه خشن، سواء السكر البني او السكر الابيض. انا هنا يعني راح ندير غير السكر الابيض، بما اني يعني خلاص لي السكر البني. انا نستعمل بزاف السكر البني في الماسكات والمقشرات تاعي، بصح يعني للاسف دوكا خلاص لي وما يعني ما رحتش باش نشري. نخلط يعني القشر تاع الخيار مع السكر، تحبوا حتى تضيفوا الملح، وتخلطوهم جيدا. وبعد ذلك يعني تقشروا بهم البشره تاع الجسم تاعكم، وتقدروا حتى تقشروا به البشره تاع الوجه نتاعكم عادي. وشو برك لا درتوا فيه الملح ما تقشروش به البشره تاع الوجه نتاعكم. بهذه الطريقه يعني بحركات دائريه، سواء البشره تاع الوجه ولا الجسم. انا يعني نحب نديرو للجسم نتاعي بهذه الطريقه، وبعد ذلك يعني نشلو الجسم نتاعنا عادي ونكملو وندوشو. انا نغسل اليد تاعي ونرجع لكم. انا هنا غسلت اليد تاعي،
نروحوا للمقشر اللي نطبقوه على بشرة الوجه. واش نحتاجو فيه؟ عصير الخيار، نحتاج فيه عسل حر، هنا نأكد يكون عسل الحر ماشي العسل تاع الحلويات، اللي مش متوفر عندها العسل الحر يعني تقدر دير تاع الشتاء، فهو يستحسن انه يكون عسل يعني حر ماشي العسيله ندير بها الحلويات. ونضيف السكر، هنا سكر ابيض ولا السكر البني اللي متوفر عندكم، ونمزجهم يعني مع بعض بهذه الطريقه. نحاول يعني ما نخليش السكر حتى يذوب لي، باسكو انا نحتاجو مقشر. بهذه الطريقه مزجت يعني المكونات. هنا للبشره تاعهم دهنيه يقدروا يضيفوا قطرات من عصير الليمون، انا هنا راني مستغنيه عن الليمون باسكو البشره تاعي يعني حساسه. بهذه الطريقه نجي لطريقه التطبيق نتاعو. كما راكم تلاحظوا ندير به حركات دائريه على البشره تاع الوجه نتاعي، حاولوا برك يعني تبعدوا تحت العينين، بهذه الطريقه يعني بحركات دائريه مده 5 دقائق الى 10 دقائق، وانتم يعني تقوميو في البشره تاع الوجه تاعكم يعني بحركات دائريه غير تحت العينين برك لي ما ديروش. وبعد ذلك يعني خليوه مده 5 دقائق على البشره تاعكم، وبعد ذلك يعني تشلوا البشره تاعكم عادي. انا راك نشيل اليد نتاعي ونكمل معكم. هنا هاي لكم انا غسلت اليد نتاعي كما راكم تلاحظوا. هذا بالنسبه للمقشر الثاني تاع بشره الوجه. نروحوا نحضروا الماسك. الماسك تاعنا واش نحتاجو فيه؟ دائما نحتاجو عصير الخيار اللي هو المكون الرئيسي، نحتاجو فيه قطرة من زيت لوز الحلو، نحتاجو فيه فرينة يعني الدقيق الابيض، فرينة نديرو بها المخبوزات، ونمزج يعني عصير الخيار مع قطرات من زيت اللوز الحلو. انا هنا زيت اللوز الحلو هنا اختياري، تحبوا تضيفوه تحبوا ما تضيفوهش، انا يعني نحب نضيفه بما انه البشره تاعي يعني حساسه وجافه. ونضيف له حليب، يعني درت للحلى مغرفه تاع حليب، هنا يعني على حساب الكميه اللي ديروها نتوما يعني ضيفوا، انا هنا درت غير كميه قليله. ونضيف انا هنا هذه ثاني خطوه اختياريه انا نحب نضيفها، اللي هي زبادي الطبيعي. نتوما الا كان متوفر عندكم ديروه، مش متوفر عندكم تقدروا تستغنيو يعني تكتفيو برك بالحليب. انا نحب يعني نضيف الزبادي الطبيعي، وهذه خطوه اختياريه هي وزيت اللوز، هذو زوج خطوات اختياريين. هاني نكرر لكم في الهضره يعني باش تفهموني جيدا. نخلط مليح، هاوليكم الماسك يعني الخليط تاعي اللي تحصلت عليه، نخلط جيدا. نجيو لطريقه التطبيق نتاعو، نطبقوه على بشره تكون نظيفه، يعني بعد ما كنا درنا المقشر وغسلنا نطبقوا الماسك بهذه الطريقه.
خليوه يعني مدة نصف ساعة حتى يجف جيدا الماسك، يعني مدة نصف ساعة. وبعد ذلك يعني تغسلوا البشرة تاعكم بماء فاتر ثم ماء بارد. انا نغسل اليد تاعي ونرجع لكم، انا مش حنخليها نصف ساعة باش نكمل معكم الفيديو. هنا انا غسلت اليد نتاعي من الماسك، من الصورة تكون واضحة. دوك نروحو نحضروا الطونر. الطونر تاعنا واش نحتاجو فيه؟ نحتاجو فيه قارورة اللي حنديرو فيها الطونر تاعنا. نحتاجو دائما عصير الخيار اللي هو المكون الرئيسي نتاعنا. مكون ثاني نحتاجو زيت اللوز، زيت اللوز الحلو. حوالي ملعقة صغيرة. وراح نضيف زيت الفيتامين او. تقدروا تضيفوا كبسولة او كبسولتين من فيتامين او. اللي مش متوفر عندها الفيتامين او يعني تقدر تستغني عليه، بصح انا نفضل انه يكون في الوصفة، يعني نفضل انه يكون في الطونر تاعنا. نسكر القارورة نتاعي جيدا ونرجها باش يعني تخلط لي عصير الخيار مع زيت اللوز الحلو ولا فيتامين او باش نتحصل على الطونر بهذه الطريقة. هنا هكذا الطونر تاعنا اصبح يعني جاهز. طريقة التطبيق تاعو يعني نرشوه على البشرة تاع الوجه نتاعنا. كما قلت لكم هاوليكم الطونر تاعنا صار جاهز. طريقه التطبيق نتاعو يعني بعد ما نغسلوا البشره تاع الوجه تاعنا من الماسك نرشوه على البشره نتاعنا. انا هنا يعني القاروره نتاعي البخاخه تاعي راهي فيها يعني طونر اخر، فكاني حتى نكمل باش نفرغ فيها هذه الكميه. هنا نتوما الطول يعني درت الحاله بهذه الطريقه يعني طبقوه على البشره تاع الوجه نتاعكم. يعني حاولوا بها القاروره تاعكم تكون بخاخه. انا يعني بخاخه تاعي راهي فيها وزاد يعني الفم نتاعها صغير، بس ما تكفينيش على هذه، وليت يعني خلطت في هذه باش كي تشوفوا الطريقه. يعني ترشوه على البشره تاع الوجه تاعكم وتخليوه حتى تشربوا البشره، وفي الصباح يعني تغسلوا البشره تاعكم عادي. الطونر يستعمل يوميا، يعني يستعملوه في الصباح وفي المساء. يعني مش شرط لازم تكونوا ديروا في الماسك باش ديروه، يعني ديروه في الباب تاع الثلاجه. بما اننا في الصيف والسخانه ديروا في الباب تاع الثلاجه واستعملوه يعني الصباح، يعني كي تغسلوا البشره تاع الوجه تاعكم رشوه على البشره تاع الوجه تاعكم ويعني وخليوه. حاولوا انكم ما تتعرضوش للشمس باسكو فيه زيت اللوز الحلو، يعني حاولوا انكم ما تخرجوش يعني لمراح ولا لبرا. كما قلت لكم يعني تغسلوا به يعني عفوا ترشوه يعني صباحا ومساء على البشره تاعكم وتبقاو به. حاولوا باك انكم يعني كي ديروا ما تعرضوش برا، يعني ما تخرجوش برا للشمس باسكو فيه زيت اللوز الحلو. هذا بالنسبه للطونر يستعمل يومين. نرجع على بركه الله. يعني كل حاجه دوك شي الطونر عفوا الغسول تستعملوه يوميا صباحا ومساء. كما قلت لكم تخلوه مده 5 دقائق او 20 دقيقه وبعد ذاك يعني تغسلوه. المقشر، هذا المقشر يندار مره في الاسبوع. هذا خليوه للجسم نتاعكم، يعني ديروه استعملوه طول كي تعود حتى تدوشوا طول هزوا يعني قومي به الجسم تاعكم وتغطروا كذلك يعني للبشره تاع الوجه تاعكم. اللي بالنسبه للجسم تاعهم يعني بشره تاعهم دهنيه يعني يقدروا يضيفوا قطرات من عصير الليمون. هذا مره واحده في الاسبوع، يعني هي طول كي تعودوا حتى تدوشوا برك قومي به الجسم تاعكم وخلاص. المقشر ثاني تاع بشره الوجه كذلك يستعمل مرة واحدة في الأسبوع. اللي البشرة تاعهم حساسة وجافة يستعملوه مرة واحدة. للبشرة تاعهم دهنية أو عادية يعني يقدروا يستعملوا المقشر 2 مرات. واللي بشرة تاعهم دهنية يقدروا يضيفوا قطرات من عصير الليمون للمقشر. هذا بالنسبة للمقشر تاع الوجه. نروحوا للماسك. الماسك تقدروا ديروه 3 مرات في الاسبوع وتخليوه حتى ينشف، وبعد ذلك يعني تغسلوا البشره تاعكم بماء فاتر ثم ماء بارد وترشوا يعني الطونر. دائما ترشوا الطونر بلا ماسك، يعني طونر دائما يستعمل. وبعد ذلك يعني رطبوا البشره تاعكم باي كريم او زيت اللي يناسب البشره تاعكم عادي. كان هذا هو يعني الروتين تاعي الكامل مشمل يعني بالخيار. درت لكم به يعني 4 حوايج. درت لكم به الغسول اليومي، درت لكم به المقشر 2 مقشرات، درت لكم به الماسك ودرت لكم به الطونر.
نتمنى يعني بما ان رانا قاعدين في الدار ورانا في الحجر ورانا في الصيف والكامل يعني ما كانش دار ما فيهاش الخيار، نتمنى انكم تجربوا الوصفات هذو وداوموا عليهم، وان شاء الله باذن الله راح تلاحظوا نتيجه جد 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 مرضيه، وراح تشكروني على النتيجه هذه. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تعمل فائده. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.